إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على نهجه ودربه إلى يوم القيامة والدين. ثم أما بعد، طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر. قال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ها أنا ذا أعود مرة أخرى بحضراتكم إلى سلسلة علامات الساعة الكبرى، والتي اخترتها لهذا المرض الخطير الذي تفشى في قلوب كثير من المسلمين، ألا وهو مرض الغفلة عن اليوم الآخر. فأردت أن أذكر نفسي وإياكم بحقيقة هذه العلامات وبحقيقة اليوم الآخر، لعلنا أن نفيق مما نحن فيه، ولعلنا أن نتوب ونرجع إلى الله جل وعلا. هذا وقد بدأت الحديث عن مسيح الضلالة، ألا وهو المسيح الدجال. وهل ابن صياد هو الدجال أم لا؟ كلام ذكرته لأهل العلم. ثم ثنيت الحديث بنزول عيسى بن مريم عليه السلام الذي ينزل من السماء ليقتل الدجال عند باب لد بفلسطين. وتكلمنا عن المهدي المنتظر، ذلك الرجل الذي يكون في زمان عيسى أو ينزل قبل عيسى على قول بعض أهل العلم.
وبينما يحدث عيسى عليه السلام أتباعه من المؤمنين بدرجاتهم في الجنة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. وبينما يحدث نبي الله عيسى أتباعه من المؤمنين بدرجاتهم في الجنة، إذ أوحى الله إليه أني قد أخرجت عبادا لا طاقة لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى جبل الطور، فانزوى عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى هذا الجبل المبارك، وخرج يأجوج ومأجوج الذين عثوا في الأرض فسادا وإفسادا وتخريبا وقتلا، فأرسل الله عز وجل عليهم النغف وهو الدود، فماتوا جميعا فرسا كموت نفس واحدة. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل مطرا من السماء بعدما امتلأت الأرض نتنا بسبب موت هؤلاء، أنزل الله عز وجل مطرا فتحولت الأرض إلى زلقة كالمرآة، وخرج نبي الله عيسى. وطوبى لعيش بعد المسيح عليه السلام، وعاش الناس في أمن وأمان وفي عدل ورخاء. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن طلوع الشمس من مغربها. وأذكر نفسي وإياكم عندما بدأت هذه السلسلة قلت بأن أهل العلم اختلفوا في العلامة الأولى التي تظهر من هذه العلامات، إذ وردت روايات كثيرة متواترة صحيحة، فوفق المحدثون بين هذه الروايات على خلاف كبير بينهم. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الصدق والإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، أولا طلوع الشمس من مغربها. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرون: حين تأتي بعض أشراط الساعة لا ينفع نفسا إيمانها، من بين هذه الأشراط طلوع الشمس من مغربها. فإذا خرجت الشمس وطلعت الشمس من مغربها لا ينفع الإيمان الكافر، ولا تنفع التوبة العاصي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي من قبل طلوع الشمس من مغربها، فأغلق باب الإيمان، أو كسبت في إيمانها خيرا فأغلق باب التوبة في السماء. وإذا رأى الناس هذه العلامة آمن، وإذا رأى الناس هذه العلامة آمنوا أجمعون. آمن جميع الناس كلهم من المؤمنين، لكن لا ينفع الإيمان أحدا منهم، فمثلهم كمثل من تاب أو آمن حين حضره الموت، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الإمام القرطبي:
والسر في عدم قبول الإيمان وعدم قبول التوبة من الناس آنذاك، لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر معه كل قوة من قوى البدن، فيصير حالهم هكذا لإيقانهم أي ليقينهم لإيقانهم بدنو القيامة. أيقن الناس بأن الشمس إذا طلعت من مغربها أيقن جميع الناس بأن الساعة قد اقتربت، فعاش الناس في فزع وهلع وخوف، وتركوا الشهوات وتركوا المعاصي، ولكن لن ينفعهم ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ينتظر الناس، أعرن قلبك جيدا، عش معي هذه اللحظات بقلبك. ينتظر الناس في صباحهم أن تطلع الشمس. الساعة الآن 5، 6، 7، ينظر الناس فإذا بالظلام يخيم على أرجاء الأرض، على اختلاف الدول في هذه المواقيت، فإذا بالظلام يخيم على أرجاء الأرض. يا بني، يصاب الناس بشك، الوقت منضبط. نعم يا أبتي. فتأتي 10 ويأتي وقت الظهر، لا يعرف هذه العلامة إلا المؤمنون الذين قاموا بالليل، كما ورد ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم أحدهم إلى حزبه أو إلى ورده من صلاة وذكر واستغفار، ثم ينتظر الفجر فلا يطلع الفجر فينام، ثم يقوم إلى حزبه ثانية فينتظر الفجر فلا يطلع الفجر فينام، وهكذا ساعتها يوقن المؤمن بأن الشمس في ذلك اليوم ستخرج من مغربها. بصيرة، بركة الطاعة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يأتي وقت الظهر ما خرجت الشمس، ويأتي العصر الظلام يخيم على أرجاء الأرض، فيخرج الناس ويفزعون إلى المساجد. لماذا لم تخرج الشمس؟ ما الذي حدث في الكون؟ والكل يسأل غيره. فإذا بالناس يفاجؤون بهذه الآية الجليلة العظيمة: فعند الغروب إذا بالشمس تخرج من مغربها، فيؤمن جميع الناس ساعتها، ولكن لا ينفع إيمان ولا تنفع توبة. وهل وقفت مع هذه الآية العظيمة؟ في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن أبا ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر،
أتدري أين تذهب الشمس حين تغرب؟ أو أتدري أين تغرب الشمس إذا غربت الشمس إلى أي مكان تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال انتبه، قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش. الله أكبر. تخر لربها في كل يوم ساجدة. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فيوشك أن تسجد فلا يقبل منه، وأن تستأذن فلا يؤذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت، فتخرج الشمس من مغربها، فذاك والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. يا الله، هل وقفت مع هذه الآية العظيمة المباركة؟ مع آية من الآيات الكونية، والشمس تجري لمستقر لها. أثبت أهل العلم الحديث بأن الشمس لو ارتفعت عن مستقر مدارها، لو ارتفعت قدر أنملة لتجمد كل كائن حي على وجه الأرض، ولو نزلت قدر أنملة عن هذا المدار لاحترق كل كائن حي على وجه الأرض. وفي كل يوم تذهب الشمس لتسجد تحت عرش الرحمن. إنه سجود الإجلال والتعظيم لخالقها وبارئها. لا تعجب، قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر. الآية. فالشمس تسجد لخالقها وبارئها، الشمس تسجد والقمر يسجد والشجر والنجوم والجبال، كل شيء يسبح بحمده، كل شيء يسجد لربه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. يا الله، ختمت الآية إنه كان حليما غفورا حتى لا تستبعد بعقلك هذه الآيات. حليما من حلم الله جل وعلا ألا نسمع تسبيح هذه الأشياء. كيف حالك إذا سمعت هذا الميكروفون وهو يسبح، هذا المنبر، هذه الساعة، هذا الخاتم، هذا الثوب الذي تلبسه، هذا الجدار، كل شيء، هذا الكرسي الذي تجلس عليه. ما شعورك لو سمعت هذا التسبيح؟ كاد عقلك أن يطيش. فمن حلم الله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إنه كان حليما، فلحلمه لا نسمع هذا التسبيح. غفورا، فسبح كل شيء في الكون بخالقه وبارئه، وقام بمهمته التي أمره الله عز وجل بها، إلا ابن آدم فغفل كثيرا عن ذكر الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فتسجد وتستأذن، أي تستأذن الشمس ربها في كل يوم أن تطلع، تستأذن ربها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين.
فانقاد لأمر الله عز وجل بهذا التسخير والتذليل. إنها علامة جليلة، إنها علامة تفزع قلوب الناس وترتجف منها القلوب. يوقن الناس بأن القيامة قد اقتربت، فعلامات الساعة كخرزات منظومات في سلك، إذا انفرط تتابعت هذه العلامات. وفي نفس اليوم الذي تخرج الشمس من مغربها إذا بالناس يفاجؤون بعلامة أخرى تهتز لها الأرض، إنها الدابة التي خرجت من الأرض تكلم الناس. يا الله، دابة، حيوان يكلم الناس، يخاطبهم. نعم. ومتى تخرج هذه الدابة؟ تخرج ضحى، تخرج في وقت الضحى، في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها، في وقت الضحى تخرج هذه الدابة. قال تعالى: ووقع القول عليهم، وإذا وقع القول عليهم حق عليهم غضب الله، أو حق عليهم عذاب الله لبعد الناس عن ربهم في هذا الزمان. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ماذا تقول لهم يا رب؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول علامات الساعة خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة تكلم الناس، وخروج الدابة ضحى تكلم الناس. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: تخرج هذه الدابة في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم لأوامر الله وتبديلهم الدين الحق، يبدلون شرع الله، فيخرج الله عز وجل لهم دابة تكلم الناس بذلك. يا ترى ما صفات هذه الدابة؟ ما صفتها؟ وهل هي حيوان أم الأمر على سبيل المجاز؟ أقوال كثيرة لأهل العلم في تعيين الدابة وفي صفتها وفي مكان خروجها. ومن باب أمانة العلم كما قال أهل الحديث: ولم يرد دليل صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. تقرأ هذه الأشياء في كتب المفسرين وغيرهم، لكن لا دليل صحيح على هذه الأمور، كما علق على ذلك الفخر الرازي قال: لا دلالة في الكتاب، أي في القرآن، لا دلالة في الكتاب على هذه الأمور. فإذا نقل لنا شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صحيح فإننا نقول به، وإلا فلا يلتفت إلى ذلك. قال بعضهم: هذه الدابة
هي الجساسة التي ذكرناها في حديث تميم الداري التي كانت تتحسس الأخبار للدجال، وذكرنا ذلك بالتفصيل في هذا الحديث الطويل. وقيل إنه الثعبان الذي اعترض قريش حين أرادت أن تجدد بناء الكعبة، فاعترضهم هذا الثعبان. وقيل هي اسم لكل ما يدب على وجه الأرض. وقيل هي إنسان يكلم أهل الكفر والبدع إلى غير ذلك. وقالوا في وصفها هي ضخمة الرأس وعينها كعين الخنزير إلى غير ذلك. وقالوا تخرج من مكة المكرمة. أسأل الله جل وعلا أن يشرفني وإياكم بزيارة بيته الحرام وبزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام. قالوا تخرج من المسجد الحرام، وقيل تخرج من جبل تهامة إلى غير ذلك من هذه الأقوال، ولا دليل صحيح على هذه الأقوال كما قال علماء الحديث وأهل التحقيق. يا ترى تخرج الدابة فماذا تصنع؟ ماذا تصنع هذه الدابة؟ تخرج هذه الدابة فتسم المؤمن على وجهه على جبهته فيزداد إشراقا إنه إشراق الإيمان. وتسم الكافر، والوسم أي العلامة، وتسم الكافر على خرطومه أي على أنفه. سنسمه على الخرطوم، والخرطوم في اللغة أي الأنف. فتسم الكافر على أنفه فيعرف الناس فيما بينهم هذا مؤمن وهذا كافر. وأخرج الترمذي في سننه بسند حسن، ومن باب أمانة العلم ضعف الحديث شيخنا الألباني وصححه العلامة أحمد شاكر. قال تخرج الدابة في آخر الزمان، سنده حسن. تخرج الدابة في آخر الزمان ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليه السلام أو عليهما السلام. فتسم الكافر على أنفه وتسم المؤمن على وجهه فيشرق وجهه، حتى إن الناس يجتمعون على الخوان الواحد أي المائدة الواحدة، فيقول بعضهم لبعض يا كافر، ويقول الآخر يا مؤمن. قال أهل العلم فيخرج الرجل إلى السوق ليبتاع شيئا ليشتري شيئا، فيأتي الكافر بهذه العلامة يعرف الناس بعضهم بعضا، فيأتي الكافر فيقول بعني يا مؤمن، فيقول المؤمن اشتري يا كافر. فيرجع الرجل فيسأله آخر ممن اشتريت هذا الشيء؟ فيقول من الرجل المعلم. فيقول من الرجل المعلم. يا ترى هل تكلم الدابة الناس كلاما صريحا واضحا، أم أنه مجاز، أم أن هذا الكلام هو الوسم، هذه العلامة فقط، أم تفعل هذا وذاك؟ كلام لأهل العلم سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على نهجه ودربه إلى يوم القيامة والدين. ثم أما بعد، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. اختلف المفسرون فيما بينهم تكلمهم، فقال فريق الكلام على الحقيقة
تخاطبهم مخاطبة وتكلمهم كلاما، فتقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. جاء الأنبياء وجاء المرسلون وكلمكم أهل العلم في هذه الأمور العظيمة الجليلة، فكنتم تكذبون وتكفرون بهذه الأشياء، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقيل تقول لهم ألا لعنة الله على الظالمين، إذ ظلم الناس أنفسهم بهذا الكفر والشرك والعياذ بالله آنذاك، وبهذه الذنوب والمعاصي التي تفشت فيما بينهم. فتكلم الناس كلاما، فالأمر على الحقيقة كما في قراءة أبي بن كعب تنبئهم أي تخبرهم. وقيل تكلمهم في قراءة عبد الله بن عباس تكلمهم، والكلم أي الجرح. فتجرح الناس، تسم المؤمن على جبهته فيشرق، وتسم الكافر على أنفه بهذه العلامة فيعرف بكفره والعياذ بالله. والقول الثالث لا منافاة بين القولين، فهي تخاطب الناس وتسمهم كذلك، كما روي ذلك عن عبد الله بن عباس في رواية عنه. هذا شأن الدابة. وبينما يعيش الناس في بعد عن الله جل وعلا، إذا بعلامة أخرى تخرج تهتز لها الأرض. إنه الدخان الذي ملأ ما بين السماء والأرض. يا ترى ماذا سيفعل هذا الدخان مع المؤمن ومع الكافر؟ هل سيفعل كما فعلت الدابة أم سيفعل شيئا آخر؟ وسيحدث هذه الخسوفات في هذا التوقيت ستهدم الكعبة على يد ذي السويقتين، كما سنتكلم إن شاء الله عن ذلك. ولن تجد مؤمنا واحدا على وجه الأرض آنذاك، لن تجد مؤمنا واحدا على وجه الأرض آنذاك. ومن رحمة الله قبل أن تأتي هذه الخسوفات يرسل ريحا، فماذا ستصنع هذه الريح؟ وبعد ذلك تخرج هذه النار لتطرد الناس إلى محشرهم. هل هي من نار الدنيا؟ هل هي على المجاز أم على الحقيقة؟ كلام سنعرفه إن شاء الله إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء مع حضراتكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعل بفضلك رايتي الحق والدين، وأقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. اللهم أبرم لأمة حبيبك صلى الله عليه وسلم أمر عز يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل الكبر والظلم والطغيان. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، بلدا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ويسر له سبل الصلاح والإصلاح. ومن أراد الإسلام والمسلمين وأراد مصر بشر فاجعل تدبيره تدميرا، فاجعل تدبيره تدميرا، فاجعل تدبيره تدميرا. وأرنا فيه آية يا رب العالمين تشفي بها صدور قوم مؤمنين، وتذهب غيظ قلوبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك
سخطك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وعاملنا يا مولانا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى والمغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنب والمعصية، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.